السلام عليكم، عواشركم مبروكة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم في هذا الفيديو بريوات باللوز ولي سيجار بكاوكاو ونيسلي، كيجيو غزالين. تبعوا معايا الطريقة والمقادير، واخا راني تعطلت شوية ولكن اللي باقي ما داري يطبق هذه الوصفة، علاش لا. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للوز عندي هنايا درت نص كيلو ديال اللوز، غسلته من الغبرة مزيان ودرت الماء يغلي ودرت اللوز ديالي. غير طلع فيه الغلية غادي نصفيه، ما نخليهش يطبخ بزاف باش ما يشربش الماء بزاف، باش هكا ينشف لينا مزيان من الداخل. من بعد ما طلعت فيه الغلية غادي نصفيه وغادي نديرو في بلاستيكه باش كيسهل هاد الطريقه هذه كتجي سهله في التنقيه ديال اللوز. كنفركو بيدي بحال هكا، كنديرو في شي بانيو كيطلع لي داك القشر الفوق وكيخلي الحبات اللي منقيه لتحت صافي. نديرو ينشف حتى الغد لي عاد كنطحنو. عندي حنا حتى كاوكاو درت له نفس الطريقه، غير كاوكاو سلقته مع الحامض ودرتو ينشف. ممكن نستعملوا كاوكاو اللي مقشر. هنايا بالنسبه للوز راني حمرت النص والنص خليته هكاك. فاش بغيت نطحنو درت كاس ديال السكر، ما بغيتش نكتر باش ما يجينيش حلو بزاف، وديته عند العطار طحنته. وبالنسبه للكاوكاو دهنته بالزيت ودرته في الفران. هنايا عندي العقده ديال اللوز، عندي اللوز مطحون طحنته عند العطار. وهنايا عندي شويه المسكه الحره طحنتها شويه مع سكر كلاصي، غير شويه شي 4 الحبات ديال المسكه الحره مع شويه ديال سكر كلاصي. صافي عندي شويه د القرفه هنايا غير باش هذاك اللوز كيتنسم وكيجي بنين. وكنجمع العقده ديالي بالزبده مذوبه وما زهر نوعيه جيده. كنبقى نجمع العقده ديالي، وإلا خصني ما زهر كنضيف حتى تجمع ليا العقده مزيان ونرجعو. وهنا بغيت نشارك معكم واحد المشكل كيوقع للاغلبيه بزاف، كيوقع لي هذا المشكل، هو ان العقده كتطلق لينا اليدين بزاف. وهكا جرى ليا في هذا اللوز، حيت هذاك راه كيرجع للنوعيه ديال اللوز. شي مرات كنطيحوا في واحد النوعيه ديال اللوز كتطلق اليدين بزاف. انا يعني ماشي مره ماشي جوج كيوقع لي هذا المشكل، وقعت لي العام فات وهذا العام، ولكن كل حاجه عندها حل. بغيت نشارك معكم هاد لاستيوس باش اللي وقعت لها بحال هكا ما تخافش، راه العقده كترجع كما كانت. واخا كتطلق في الاول ليدان ما كنقولوش صافي راه خسرات، ولا كنكملوا عليها كما غادي تشاهدوا معايا وغادي ترجع زوينه. كما كتشوفوا راه هنا طلق لي ليدان بزاف، طلق لي الزيت. شنو كندير؟ كنبقى ندلك ندلك ندلك، يعني ما كنتوقفش من الدلك. وكنضيف مزهر، انا كنرش بمزهر بحال هكا وانا كندلك هكا. ديك مزهر كيعاون العقده انها تشرب داك الزيت، داك مزهر كيعاون بزاف. وهاد الدليك كنستمر في الدليك حتى صافي كيشرب بحال هكا. هانتوما العقده كما كتشوفوا راه ولات شربت داك ليدام كامل، وغادي نخدم بها وانا يعني مرتاحه. صافي هنا كنقطع الورقه على حسب كل كاين اللي كيبغيهم كبار كاين اللي كيبغيهم صغار. وكنبقى نلوي البريوات ديالي صافي كما كتشوفوا حتى نكمل الكميه اللي عندي. الا كان الشريط طويل بزاف راني كنقص منه، كان هو هذاك راني كنخليه. وكنلصق بالدقيق مخلط مع الماء، وكنخلي البريوه ديالي على جنب وكنكمل بنفس الطريقه. هنايا انا درت شويه المحينشات، غير شي شويه، غير تشهيتهم نزوق بهم وقلت نصايب شويه. والطريقه ديال الطويان اللي درت هي هذه، ما كبرتهمش انا، يعني درتهم صغيورين. انا كنزوقو شويه وصافي. كنبقى هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال اللوز. راه انا ما عنديش بزاف، اللي بغى يضاعف الكميه راه كيضاعفها.
هادشي اللي عطاتني نص كيلو ديال اللوز من البريوات ومن المحينشات. كنخليهم ينشفوا حتى الغد ليه، عاد في الصباح عاد كنقليهم. انا هنا طويتهم في الليل وفي الصباح بديت نقلي، خليت الزيت حتى سخنات مزيان وكنقص لها شويه ما كتكونش مجهده، وكنلوح البريوات ديالي كنخليهم ما كنحركهمش باش ما يتحلوا لياش، كنخليهم واحد شويه حتى كيشدوا راسهم في الزيت. عاد هنايا راه زربت الفيديو، عاد كنبدا نحركهم وديك الساعه ما كنخافش لي يتحلوا لا والو، حيت اصلا راهم ناشفين باتوا الليله كلها وما كينشفوا من داك الدقيق والماء وتجمعوا. كما كتشوفوا من بعد ما كطيب الطيبه الاولى كنصفيها، كنخليش يتحرقوا، يعني غير ذهبي كيبان لي اللون ذهبي اصلا حيت العافيه ناقصه عليهم، يعني راهم طايبين وشبعوا طياب، غير يكون اللون ديالهم ذهبي. كنحيدهم في العسل كتكون شويه ثقيله باش هكا ما يعني كيهزوا شويه د العسل. صافي كنغطسهم في العسل مزيان وكندوز باش نلوح القليه الثانيه، وكنبقى بهاد الطريقه هذه. القليه اللي طابت كنديرها في العسل وكندير واحده اخرى حتى كنكمل الكميه. البريوات ديالي من بعد ما كملتهم كاملين كنحركهم في العسل وكنخليهم، انا خليتهم من الصباح حتى العشيه عاد استقطرتهم من ديك العسل هكاك باش كيشربوا العسل وما كينشفوا ليناش، ما كنخافوش انهم يعني ينشفوا لنا هكا في خلال الشهر ان شاء الله ديال رمضان. دابا غادي ندوزو للسيجار بالكاوكاو. انا عندي هنا كاوكاو طحنته ولكن خليته شويه مهرمش، خليت فيه شويه مهرمش باش كيجي شويه زوين، كيعجبني انا يجي للسيجار مهرمش فيه كاوكاو. هنا درت شويه الزبده دايبه وشويه المسكه الحره، راه غير ما بانتش في الفيديو، ولدي شطني جالس حدايا، ودرت شويه القرفه وجمعت بنيسلي كراميل. هاد نيسلي كراميل كيعطيهم واحد المذاق زوين. مهم كنجمع العقده ديالي ديال الكاوكاو، واخا شويه كيجي شويه صعيب حيت مهرمش، ولكن راه في الاخير كتجمع. خدا ليا نص كيلو د كاوكاو، خدا ليا نص علبه ديال نيسلي كراميل. كنبقى هكا الا خصني نيسلي كنزيد حتى كتجمع ليا العقده. كما كتشوفوا كنشكلها حرابل هكا في القياس اللي بغيت ديال لي سيجار، الا بغيتهم كبار كنكبر، بغيتهم صغار كنصغر. انا درت موين، هنا عندي الورقه موين ماشي الكبيره هذه. صافي درت، صافي غادي نقطعها. انا هنايا غادي نقطع الورقه على 6 ديال المثلثات، الا بغيناهم صغار كنقطعوا الورقه على 8 ديال المثلثات، بغيناهم موين كنقطعوا على 6، بغيناهم كبار عاوتاني غنقطعوهم على 4. كل ورقه غنقطعوها على 4 كما كتشوفوا. هذه هي الطريقه باش كيجيوني على 6 الورقه على 6. واخا هاد الاولى هذه كان ولدي حدايا راه مهم، ولكن راه خدمت بها زعما عذبتها في القطيع ولكن راه قضيت بها. صافي كما كتشوفوا ها هما المثلثات. كندوز باش نطويهم. كتجيني انا كتعجبني هاد الطويه هذه ديال المثلث، كتجيني زوينه وسهله وعمليه. الفيديو بطبيعه الحال موجه للمبتدئات، هكا يعني كنسهلوا علينا الخدمه وما نخافوش، اي حاجه ممكن نديروها. كلشي تبارك الله دابا متوفر، وتا واحد ما تزاد معلم، كلشي كيتعلموا الانسان شويه بشويه وعام على عام كنزيدو، يعني اي معلومه كتزاد في الراس راه مزيانه، وكلنا كنتعلموا مازال كنتعلموا. صافي كنطوي السيجارات ديالي وكنخليهم بحال اللي درت البريوات. انا طويتهم في الليل خليتهم حتى هما حتى الصباح، حد قليتهم باش هكا كتجينا الخدمه حتى سهله وكيبان لنا في الضوء يعني القلي كيفاش بغيناه. صافي الكميه ديال نص كيلو هادشي اللي عطاتني ديال لي سيجار. اللي عنده العائله كبيره يضرب المقادير، بالنسبه ليا كافياني بركه عليا باش ما يكثرش عاوتاني الانسان الحلاوه. صافي كندوز باش نقلي بنفس الطريقه د البريوات، غير انا هادو شويه بحال حمرتهم شويه، ومع داك نسلي كيزيد ليهم اللون كيبانوا بحال محمرين بزاف، ولكن راهم زعما هما هادوك، غير هو داك النسلي كيعطيهم داك اللون فاش كيدخل الطياب لداخل كيعطي داك اللون مغلوق. صافي من بعد ما طيبتهم
حتى هما خليتهم في العسل طيبت يعني 2 كيلو د سنيده كفاتني نص كيلو د اللوز ونص كيلو ديال الكاوكاو كنت طيبتها نسمتها بالليمون وبالحامض وبالقرفه وبساشي ديال الزهر وخليتها طابت مزيان وراه عطات نتيجه زوينه وحتى النسمه ديالها جات زوينه معسلات كتجي فيهم ديك النسمه زوينه صافي لي سيجار ديالي هما واجدين ها هما لي بريوات ديالي وهاد المحينشات الصغيورين كما هكا جاو زينتهم وقدمتهم هما ولي سيجار كما كتشوفوا البريوات راهم معلكين السفوف اللي بغى طريقه السفوف راني حطيتها في الفيديو اللي قبل بصحه والراحه والى اللقاء شكرا لكم